شعب أرادوا أن يحولوه بالقوة إلى عبارة عن قطيع من الغنم همه الوحيد هو المرعى، الجري وراء القوت. شعب حاولوا أن يسلبوا منه شخصيته وأرادوا أن يجعلوه هكذا بقوة النار والحديد. شعب تألم من وضعيته ولكنه لم ييأس من أن يرى في الأفق بزوغ فجر الحرية. شعب لم يكف أبدا عن الكفاح، كبح رغبة شديدة من أجل العيش تحت الشمس المشرقة فأرغمه على العيش في الظلام. شعب منذ أكثر من قرن لم يكف عن الكفاح لكي يسترجع كرامته المسلوبة. شعب لكي يضع حدا للظلم والطغيان حمل في هذا اليوم التاريخي من شهر نوفمبر السلاح للتحرر والانحقاق.